السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن رؤية بيجيلي دايما أسئلة كتير عنها، وبتتكرر في منامات كتير. الرؤية دي رؤية البنت في المنام، اللي هي الطفلة الصغيرة. رؤية البنت في المنام من المبشرات بالخير. لما تكون البنت جاية بشكل حلو، ولو طفلة صغيرة رضيعة وحد شايلها، فدي معناها انها دنيا جديدة هتدخل عليه بإذن الله بالخير والفرح والسعادة. ولو البنت جاية سمرة، بشرتها غامقة وسمرة وبتضحك وبتبتسم، دي بشرة خير بردك للرائي ان السنة دي والله اعلم وعلا هتكون سنة خصبة وسنة خير عليه، ويبقى فيها رزق وفير بإذن الله. ولو سيدة متزوجة حلمت انها شايلة بنت، فدي معناها ان هي ربنا يرزقها بالذرية الصالحة، وهتكون دنيتها حلوة وفيها خير وفرح. ولو بنت لسه ما اتجوزتش ولسه وحلمت انها شايلة بنت والبنت دي بتبتسم لها، فده بشرة خير ليها انها ان شاء الله ربنا يكرمها بالزوج الصالح، ويبقى في حياة جديدة بالنسبة لها وبداية جديدة في امورها تبقى لها بالخير والفرح والسعادة. ولو راجل بيشتغل في تجارة أو بيشتغل في وظيفة وشايل بنت، والبنت دي بتبتسم له ومبسوطة وجاية بشكل بشوش، فده بردك بشرة خير ليه، إن أمورها هتتحصل له بالخير، هيترقى في حال، هيتغير من حال لحال أحسن. هيبقى في تدرج وظيفي ليه كويس، أو لو هو بيشتغل في تجارة أو في شغل خاص فده هيبقى مكسب خير ليه، وهيبقى امورها تتفتح له باذن الله من حيث لا يدري ولا يحتسب، بالخير وبالفرح وبالسعاده. اللي مش حلو لما في تفسيرات، احنا زي ما اتفقنا كل حلم ليه تفسير خير وتفسير مش حلو. لو البنت جايه بشكل مش حلو، جايه وشها زعلان او حزينه، او شكلها مش حلو، فده معناها ان هو في مشاكل هيمر بيها الرائي، ويحاول على قد ما يقدر ان هو يتجنب الدخول في امور هو متردد فيها، ويحاول ان هو يفكر قبل ما يتسرع في اي قرار، لان ده بيبقى انذار ليه ان امور هو ممكن يدخل فيها هتسبب له مشاكل، فيكون على حذر على قد ما يقدر في الفترة اللي جاية. ده لو لا قدر الله في الحلم ان البنت جاية مش مبسوطة او بتعيط بتبكي جامد وزعلانة، فده بردك هموم او هموم هو شايلها. لو هو بردك شايل البنت، او واحدة حاملة انها شايلة بنت بتعيط وبتبكي ومتضايقة، فده ان هي شايلة هم الدنيا وشايلة هموم، عندها في مشاكل بتقابلها في حياتها. فعلى قد ما تقدر تكون الفترة اللي جاية ما تسرعش في اي قرارات، وتفكر قبل اي قرار تاخده، وتحاول تعدي امورها على قد ما تقدر بدون مشاكل. ويا رب دايما كده يبعد عننا اي مشاكل او اي هموم، ويوصل لنا امورنا يا رب. وزي ما احنا قلنا الاحلام دي بتبقى رسائل، يا اما رسائل فيها بشرة خير، يا اما فيها رسائل انذار. وزي ما قلت ان الرؤية ما بتاخدش وقت، الرؤية بتبقى مجرد دقايق معدودة، يعني الواحد بيبقى قايم من النوم مركز هو حلم بايه او شاف ايه، بخلاف اضغاث الاحلام لما بيكون فيه هيصة ودوشة في الحلم، بيبقى قايم مش مركز ايه الحلم. فلما تيجي رؤية واضحة وفيها رموز اقدر ان انا افهم من وراها ايه، افهم ان الرؤية دي اقدر افسرها، واعرف اذا كانت جايالي ببشرة خير او بانذار من حاجة فيها قلق او خوف. وعلى قد ما نقدر نكون قبل ما ننام ننام على وضوء، ونقول اللهم أريني رؤيا صادقة غير كاذبة نافعة غير ضارة. الدعاء ده قبل ما ننام نقوله. ويا رب دايما كده أبشركم بالخير، ويبعد عننا أي مشاكل وأي قلق. ويا رب كده أكون بقدر أبسط لكم المعلومة، وتابعوني.